بتدور أحداث القصة في إمبراطورية ظالمة، كل المسؤولين فيها فاسدين، الطبقة العليا شايفين إن ليهم الحق إنهم يستعبدوا الفقراء ويعذبوهم من غير ما حد يحاسبهم، لكن بتتشكل منظمة لمحاربة فساد الإمبراطورية وتتصدى لكل أنواع الشر، والمنظمة دي هي النايت ريد، فهل هيقدروا يقضوا على كل الفساد ولا هينتصر الشر في النهاية؟ بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وتكتبوا لنا في الكومنتات بتتابعوني من أنهي بلد، ويلا عشان ما أطولش عليكم. بيبدأ الأنمي بتاعنا بخروج تنين أرضي ضخم بيقطع الطريق على 2 من القرويين، بيتدخل تاتسومي البطل بتاعنا ويقتله وينقذ القرويين، وبيعرف تاتسومي نفسه بفخر للاتنين اللي انقذهم، وبيقول لهم عن رغبته في انه ينجح في العاصمه عشان يقدر يساعد قريته الفقيره اللي بتعاني من الضرايب، لكن هم بيقطعوه بيحاولوا يفهموه ان العاصمه مش مكان للنجاح وتحقيق الاحلام، وان التنين اللي هزموا ما يجيش حاجه في الوحوش البشريه اللي في العاصمه، لكن تاتسومي بيتجاهل كلامهم وبيكمل طريقه في اتجاه العاصمه، وبيوصل تاتسومي العاصمه وبعد ما بينبهر بيها بيتجه لمركز التجنيد عشان يبقى واحد من الضباط، لكن بيتفاجئ انه بالكتير ممكن يبقى عسكري مشاه، وبيعمل مشكله وبيطرد بره المركز. بره المركز بتقابله بنت بتعرض عليه المساعده بشرط يعزمها على الغداء، ووافق تاتسومي، وبعد الغداء قالت له ان ليها واسطه في الجيش يقدر يشغله، لكنه هيحتاج فلوس كتيره قوي. تاتسومي القروي الغلبان اداها كل الفلوس اللي كانت معاه، اخدتها وقالت انها هترجع له في نفس المطعم، ولكن بنعرف انها نصابه ومش هترجع له تاني. تاتسومي كان هيتجنن لما ادرك انه اتنصب عليه واتاخد منه كل فلوسه، ودلوقتي مفيش قدامه غير انه ينام في الشارع لحد ما يشوف هيتصرف ازاي. شافته في الشارع اريا بنت من عيله غنيه وعرضت عليه تساعده بانه ينام في بيتها بدل الشارع. تاتسومي بيتردد بسبب تجربته الاخيره، بس في الاخر بيروح معاها. لما بيوصل تاتسومي البيت اريا بنفهم من كلام اهلها انها خيره وبتحب تساعد الناس، وبيتكلم تاتسومي مع والد اريا عن هدفه في العاصمه، ووالد اريا قال انه هيحاول يساعد. بعد كده اريا بتسال تاتسومي اذا كان جاي لوحده. تاتسومي ما كانش لوحده، وكان معاه 2 من صحابه اياسي وساي، وقبل ما يتحركوا من القريه كانوا ال3 بيوزعوا الزعيم بتاعهم، وادى تاتسومي طريقه للعاصمه اتفرقوا بسبب هجوم قطاع الطرق عليهم، لكن بيكونوا محددين مكان معين يتقابلوا فيه، فتاتسومي كان يتمنى انهم يقدروا يوصلوا له ويتقابلوا على خير. في تاني يوم مسؤولين والرتب الحكوميه الكبيره بالليل في بيت اريا بتحصل جريمه قتل بيحس بيها تاتسومي، ولما بيخرج من اوضته بيتفاجئ بوجود النايت ريد، وبيلاقيهم قتلوا والده اريا وبيخلصوا على 3 من الحراس في ثواني، وبتظهر واحده من النايت ريد بتقتل والد اريا وبتقول له انها هتقتل اريا كمان. بتظهر اريا مع واحد من الحراس وهم بيهربوا عشان يستخبوا في المخزن، وبيحصلهم تاتسومي، ولكن واحده من النايت ريد بتوصل لهم وبيتصدى لها تاتسومي، لكنها بالفعل بتقتل الحارس، وقبل ما تقتل اريا واجهها تاتسومي وحذرته انه لو وقف في طريقها هتقتله حتى لو هو ملهوش ذنب، وبالفعل وجهت السيف ناحيه قلبه، لكن الضربه جت في التميمه اللي اخدها من الزمن وكمل مواجهه، ولكن كانت خلاص هتقتله. هنا ظهرت البنت اللي نصبت عليه اول ما وصل العاصمه ومنعتها انها تقتل تاتسومي، وبنعرف انها واحده من النايت ريد، وبيفتحوا المخزن عشان تاتسومي يفهم عشان تجيب القرويين اللي لسه واصلين العاصمه للبيت، وبعد كده يستمتعوا بتعذيبهم هي واهلها لحد الموت. بيكون لسه عايش لكن باين عليه علامات التعذيب، وبيقول لتاتسومي عن اللي اريا عملته فيهم وانها ضحكت عليهم ووهمته هو وصايو بطيبتها، ولما وصلوا بيتها طلعوا منوم في الاكل وصحيوا لقوا نفسهم في المخزن، وعرف كمان ان اريا هي اللي عذبت صايو لحد ما ماتت. هنا بتظهر اريا على حقيقتها وبتقول لهم انها ليها حق تعمل في اهل الريف اللي هي عايزاه لانهم مالهمش اي قيمه من وجهه نظرها. بتروح واحده من النايت ريد ناحيه اريا عشان تقتلها، لكن بنتفاجئ بعدها مات اياسي بسبب سم كانوا بيحطوه لهم في الاكل بعد ما ارتاح ان تاتسومي اخد حق صايو. بتقرر ليون البنت اللي نصبت على تاتسومي في البدايه انها تاخده معاه المقر النايت ريد لانها شافت فيه الشجاعه والكفاءه اللي تخليه يبقى واحد منهم، وبالرغم من رفض تاتسومي الا انه كان فات الاوان لان ليون ما بتغيرش رايها ابدا. بنلاقي تاتسومي قاعد حزين لوحده الاسر الغنيه في العاصمه، بيقابل تاتسومي اول واحده من المجموعه وليون بتقول لها تخيلي انه لسه ما قررش انه هيبقى معانا، طلب منه انها تقول له حاجه تشجعه انه ينضم ليها، فبتقول له بكل تلقائيه عشان تخوفه ان لو ما انضمش ليهم هيتقتل، فبيترعب تاتسومي. بتقول ليون انت ايه اللي خلاكي تجيبيه معانا وانه باين من شكله انه مش هيقدر يقاتل معاهم، فبيتعصب تاتسومي لكن بتهديه ليون. بترد عليها ليون وبتقول لها انه موهوب وعنده كل الامكانيات اللي تخليه واحد منهم. مش بترد عليها الزعيمه وبتقوم وبتقول لاكامي تجمع الفريق كله. بيجتمع الفريق وبيشرحوا للزعيمه ازاي تاتسومي جه معاهم. بتعجب
بتعجب الزعيمة بمهاراته وبتسأله لو قرر يبقى معاهم. بيتردد تاتسومي وبيقول لها ان ده ما كانش هدفه وانه بس كان عايز يحقق نجاح في العاصمة عشان يقدر يساعد قريته، لكنه اتصدم من حجم الفساد في العاصمة. بتحكي الزعيمة لتاتسومي عن الجيش الثوري اللي بيحارب الفساد وانه بدأ بمجموعة قليلة وفضل يزيد وبقى محتاج فرقة عمليات خاصة عشان تجيب معلومات وتقتل الفاسدين، والفرقة دي بقت النايت ريد. بيتبسط تاتسومي من كلامها وبيقول لها يعني انتم كده بتقتلوا عشان تحققوا العدالة. بيضحكوا عليه كلهم وبيشوفوا ساذج، وبنلاقي انهم شايفين نفسهم مجرد قتلة وان اي حد منهم ممكن يتقتل بسبب جرايمه، وبنلاقي انهم مستعدين لتحمل نتيجة افعالهم بشجاعة. بيسأل تاتسومي الزعيمة عن الفايدة اللي هتعود عليه لو انضم لهم، قالت له انه لو اثبت كفاءته هتضمن له انقاذ قريته، فوافق تاتسومي في لحظتها. رحبت الزعيمة بقراره وقالت لاكامي انها هي المسؤولة عن تدريبه، وقالت لها لو تعبك في التدريب اقتلي عادي. فبيترعب تاتسومي لانه تسلم للي بيكرهها اللي كانت هتقتله قبل كده. بتتنقل الاحداث للمطبخ وبنلاقي تاتسومي بيطبخ للفريق وبيفتكر اصحابه وبيبقى ممتن ليهم لانهم هم اللي علموا الطبخ. بيتضايق تاتسومي انه بيقضي وقت طويل في المطبخ وانه المفروض مقاتل مش طباخ. بترد عليه اكامي وبتقول له معلش نصيبك كده، الزعيمة عينتك معايا وانا المسؤول عن الطبخ. وبيخرج الفريق كله في مهمة وبيفضل بس تاتسومي واكامي وبيروحوا يصطادوا. بتقول له اكامي ان هدفهم يصطادوا سمك التونة. بيستغرب تاتسومي وبيقول لها بس ده سمك صعب نلاقيه هنا. ما بتردش اكامي عليه وبنلاقيها نطت في المية وفي اقل من دقيقة كانت طلعت 3 سمكات تونة. وبيتصدم تاتسومي من اللي عينه شايفاه. بتنصح اكامي تاتسومي وبتقول له انه بس محتاج يبقى صبور وهادي وهيقدر يصطاد التونة. بيرد تاتسومي بكل حماس سيبيها عليا. بس بنعرف انه دول هم اوغر الضابط وتاجر. وبتقول ليون ان العميلة قالت لها ان التاجر بيرشي الضابط مقابل انه يتستر على جرايمه البشعة ويلبسها لاي حد تاني من الفقراء، وان خطيبها بقى واحد من اللي شال قضية التاجر الاخيرة وضحت كلامها وبتوافق الزعيمة على العملية. بتعرفنا ليون ان قتل التاجر هيكون سهل لكن الضابط نفسه نادرا لما بيكون لوحده، لكن بنعرف برضه انه بيروح اخر اليوم يشرب في الشارع الرئيسي. فبيتطوع تاتسومي بكل حماسة ان هو يقتل الضابط، فبيقولوا له انه حتى ما يقدرش يقف قدامه. وبتسأله اكامي اذا كان عنده القدرة انه يقتل في اي وقت بدون تردد، فبيرد تاتسومي بكل تلقائية انه لو هينقذ ناس بريئة اكيد مش هيتردد. فبتوافق الزعيمة على ان تاتسومي هو اللي يقتل الضابط والضابط، فبتسكته اكامي وبتقول له انه تفاخره. بيموت تاتسومي من الغيظ وبيصمم انه هينجح بس عشان يكسفها. وبيظهر تاتسومي مع ليون في طريقهم للشارع الرئيسي وبتحكي له ليون عن ماضي اكامي، وبنعرف ان الامبراطور اشتراها هي واختها وهم اطفال ودخلوا في تدريبات على القتال عشان يبقوا ضمن القتلة الامبراطور. وفي كل مرة كانت بتقتل حد كانت بتحس بالذنب وان قد ايه الامبراطورية ظالمة، لحد ما في يوم كان هدفها هو قتل زعيمة النايت ريد. فبتقدر الزعيمة تقنع، واول ما بيوصلوا الشارع الرئيسي بتسيبوا ليون يواجه مصيره وبتروح للفعل بيكونوا خلصوا عليه. بنرجع تاني لتاتسومي وهو عامل نفسه واحد من المواطنين الغلابة اللي عايزين ينضموا للجيش، وبنلاقيه بيوقف الضابط وفي نص الشارع بيقول له انه عاوز يتكلم معاه لكن مش هينفع وسط الناس. وبيروحوا لشارع هادي واول ما بيبقوا لوحدهم بنلاقي تاتسومي ركع على الارض وبيتوسل للضابط انه يدخله الجيش، لكن الضابط بيتجاهله وبيديله ظهره. وقبل ما يمشي بيحس بالخطر وبيسحب سيفه عليه بضربة واحدة من سيفه في لمح البصر. وسرح تاتسومي في التقرير اللي قالت تاتسومي قدر يواجهه ويصد هجماته الشديدة جدا، وبعد نزاع طويل كان هيكسب فيه الضابط الا ان تاتسومي بيستجمع كل قوته وبيقدر يقتله اخيرا. بننتقل لمقر الجماعة وبنلاقي تاتسومي بيتفاخر بنفسه انه خلص المهمة بتاعته من غير ولا خدش. بتفاجئه اكامي وقلعته هدومه في لمح البصر وبنفهم انها عملت كده عشان تتأكد انه فعلا مفهوش ولا خدش. وبتقول له اكامي ان قبل كده واحد من جماعتهم مات بسبب ان تكبره منعه يقول انه اتصاب، وبنلاقيها سعيدة انه فعلا بخير وبتهنيه على نجاحه في اول مهمة ليه. بعدها صدمته الزعيمة وقالت له ان تدريبه اللي جاي هيكون مع ماين المغرورة، وليون بتقول له من سيء لأسوأ مش كده. بعدها بنشوف النايت ريد وهم بيجروا بسرعة جدا في الغابة كأنهم في خطر، وبنعرف ان في اشخاص دخلاء قدروا يوصلوا للمقر. وبيستعدوا النايت ريد وبيقول بولات لتاتسومي ان عادي لو ما قدرش يقاتل معاهم لان القتال الجماعي اصعب شوية من الفردي. وبيقول له كمان يا ريت ما تقوليش بولات، ممكن تقول لي اخويا الوسيم. وبيسيبوا بولات وبيجري بسرعة البرق وبيخبط الارض كأنه بيستحضر الدرع الحديدي بتاعه، فبيطلع له فعلا في مشهد مبهر. بعدها بنشوف اكامي قدامها 3 من الدخلاء وبيكونوا مستهونين بيها جدا، وفي لمح البصر وقبل ما يستوعبوا حتى كانت اكامي خلصت عليهم هم ال3 بضربة سيف واحدة. بيظهر دخيل تاني وهو بيجري لكنه مبسوط انه
قدر يعرف اخيرا مقر النايت ريد وان الدولة ممكن تدفع ملايين في معلومة زي دي. لكن بنكتشف ان ماين مراقباه ومعاها بندقية اشعتها منه شيلي، ورجعت بننتقل للابوك وبيقدم سريره وبيفكر هو قد ايه محظوظ انه انضم للنايت ريد، لكنه بيتفاجئ لما بيلاقي نفسه بيفكر في بولات الشاذ بالاخص، فبيتعدل من على السرير من الخضة وبيقول انا ازاي افكر فيه. تاني يوم بيظهر تاتسومي واقف عند الباب متضايق ومخنوق، وبتشوفه شيلي وبتقول له مالك؟ قال لها مالي، عينوني مع ماين في اسوأ من كده، وكمان بقالي كتير مستنيها ما بتجيش. فبترد عليه شيلي وبتقول له ماين نومها تقيل لكن هصحيها وامر لله. بتقاطعهم الزعيمه وبتقول بابتسامه خبيثه لا تاتسومي هو اللي هيصحيها، وبتقول له انت تتابع ليها النهارده ومحدش غير التابع هو اللي هيصحي رئيسه. بيتعصب تاتسومي من الكلام لكن في الاخر بيروح. بتبص شيلي للزعيمه وبتقول لها انت واثقه من اللي عملتيه؟ فبتضحك الزعيمه وبتقول لها هنعتبر تاتسومي في العاصمه وهو بيتامل وشوش الناس المكتئبه، لكن بتطلعه من تامله ماين وشين بيشوفوا اتنين بيتنمروا على بنت ضعيفه. بيتدخل تاتسومي وماين بتقول لهم بحده لمصلحتكم بطلوا تتنمروا على الناس. بيردوا عليها انها لاجئه وانها ملهاش اي حقوق ولازم تعمل اللي نقول لها عليه لاننا سكان الدوله. بيقرب تاتسومي وبحركه سيف سريعه بيقطع لهم بناطيلهم، فبيترعبوا وبيهربوا في ثواني. بتشكروا البنت جدا لكن ماين بتكلمها بنبره شديده وبتقول لها انها لازم تحمي نفسها. بيكمل تاتسومي وماين طريقهم وبنعرف ان العاصمه خطر على بولات واكامي وشيلي والزعيمه لانهم مطلوبين، اما باقي النايت ريد لا لان محدش يعرف شكلهم. وبتقول له ماين بما اننا مش من المطلوبين فعندنا مهمه في العاصمه. فبيتحمس تاتسومي جدا لكننا بنتفاجئ ان مهمتهم هي ان ماين تتفسح وتشتري هدوم ورديه للربيع. واول ما تاتسومي بيستوعب ده بيفقد اعصابه بعدها. ولما بيروحوا مكان الاعدام بيتفاجئ تاتسومي من بشاعه المنظر، وبنعرف ان كل دول ضحيه لظلم رئيس الوزراء. وبيظهر وبنرجع للمقر وبنلاقي الزعيمه بتعرفهم على هدفهم الجديد، وبنعرف انه قريب واحد من الوزراء واسمه اوكال بيخطف البنات وبيضربهم بمنتهى القسوه لحد الموت. وحراسه الخمسه مشتركين معاه في الجرايم دي، وعشان اهميه المهمه دي الزعيمه بتبعتهم كلهم. قصاد قصر اوكال بيوصل الفريق كله، وبيكون تاتسومي مع ماين وبيسالها عن بندقيه الاشعاع اللي معاها، وبنعرف انها واحده من الاثر الامبراطوري وان في بيحس بالشخص اللي بيستخدمه. فكل ما يكون الشخص تاتسومي جنبها مبهور من قوه تركيزها. وبيظهر اوكال وبيكون وسط ناس كتير، فبيقول تاتسومي صعب تقتليه دلوقتي ممكن تاذي حد غيره، لكن ماين ما بتسمعلهوش وبنتفاجئ بيها بتصيب اوكال من مسافه بعيده جدا من وسط كل الناس اللي واقف وسطهم. وبتقول بعدها بكل فخر معلش اصلي قناصه ماهره. في مكان تاني عند القصر بيظهر رجاله اوكال وهم بيجروا بيدوروا على القاتل، وفجاه بيقابلوا النايت ريد. وبنرجع لتاتسومي وماين وبيكونوا رايحين للمكان اللي اتفق الفريق لو كان باقي الفريق خلص على الحراس. بتجاوبوا ماين ان مهمتهم مش هتكون سهله لان الحراس دول متدربين كويس جدا. فبيبص تاتسومي لماين وبيفكر يا ترى ايه ماضيها اللي وصلها لكده، ومن غير ما يتكلم بنتفاجئ بماين بتقول له انا هقول لك ايه اللي وصلني لكده. بتحكي ماين استغربوا من عدم وجود الخامس. وبنرجع لتاتسومي وماين ومره واحده بيظهر الحارس الخامس من ورا ماين ولسه هينقض عليها، لكن انقذها تاتسومي بسرعه واخد هو الضربه مكانها. وبتبان مهارات الحارس وبيقدر يتفادى كل الاشعاع اللي بيطلع من بندقيه ماين بكل سلاسه. فبينقض وتاتسومي يزعق اكتر ويقول وانتي ولا قناصه شاطره ولا نيله. وبتنتهي الحلقه في شارع ضلمه بيظهر في راجل ضخم مرعب لابس واحد من الاثار الامبراطوريه وبيقتل في الحراس. وبعدها بيظهر راجل مقتول على الارض، والراجل ضخم من نهايه الحلقه اللي فاتت ماسك واحده بكل عنف وهي بتترجى انه ما يقتلهاش، لكنه بيقتلها بكل سعاده كأن غايته قتل الناس. في مقر النايت ريد بيكون تاتسومي بيتدرب مع بولات، لكنه بيواجه صعوبه في التدريب بسبب تقل السيف بتاع بولات. وبتقاطعهم اكاي وبتقول له ان ده وقت نفهم هو راجل ضخم بيظهر بالليل وبيقتل اي حد يلاقيه في الشارع. فبيستغرب تاتسومي من الاسم وبيقول له ده يطلع مين يعني. بتجاوبه ماين ان زانك هو الشخص المسؤول عن اعدام السجناء في اكبر سجن في الامبراطوريه، ومن وقت ما بقى رئيس الوزراء الفاسد هو المسؤول عن البلاد بقى بيحكم على ناس كتيره جدا بالاعدام، واصبح زانك مكنه قتل بدون اي رحمه او شفقه، وبقى قتل الناس رغبه عنده. ومجرد قتله للسجناء ما بقاش يرضي رغبته، فخرج للشارع وبقى بيقتل اي حد يقابله. بيدب الحماس في تاتسومي كالعاده وبيعرف اكتر عن الاثار الامبراطوريه. فبتجاوبه الزعيمه ان الامبراطور الاول اللي اسس الامبراطوريه من حوالي 1000 سنه كان بيفكر انه عاوز يحمي الامبراطوريه بتاعته للابد، وهو مصيره هيموت لكن الاسلحه والدروع ما بتموت.
يموتش. فبيقول له مساعدين لازم يصنعوا أسلحة خارقة، فبدأوا بتجميع المواد من وحوش أسطورية خطرة جدا ومن معادن نادرة، واستدعوا أفضل العلماء وصناع السيوف من كل العالم. وبكده قدر الإمبراطور الأول يصنع 48 سلاح ملهمش مثيل، واللي بقوا معروفين دلوقتي باسم الآثار الإمبراطورية. وبتبدأ تعرفوا الزعيم عن الآثار المختلفة ومدى قوتها واستخداماتها، وبنعرف إن لو 2 من أصحاب الآثار اتواجهوا لازم واحد فيهم يموت إن ما كانش الاتنين. بينبهر تاتسومي وبيسأل هل هيبقى ليه أثر؟ بتجاوبه الزعيمة بإن لو مكتوب له هيبقى ليه. وبيخرجوا النايت ريد في مهمتهم وبيحاولوا يوصلوا لزنك، وبيكون تاتسومي مع كيمي وبيسألها هل فعلا مخضوض أول مرة قابلها لما كان السيف هيدخل في قلبه وأنقذته التميمة. في مكان عالي في العاصمة بنلاقي زنك شايف أفراد النايت ريد، فبيقع اختياره على تاتسومي. بيسيب تاتسومي أكامي، وبعد ما يبعد عنها زنك قطع الرؤوس بيتفزع تاتسومي وبيسحب سيفه، لكنه بيفكر إنه صعب يصمد قصاد قاتل محترف زي ده. وبنتفاجئ إن زنك قرأ أفكاره ورد عليه وقال له تفكيرك في محله. وهنا بنعرف إن الأثر مع زنك هو عين خارقة وعندها قدرات مهولة، ومن ضمنها قراية الأفكار بمجرد النظر لملامح الوش. وبيفضل زنك يتكلم ويتفخر بقوته، لكن بيقطع هجوم سريع جدا من تاتسومي وزنك بيقدر يتفاداه، وبتبدأ معركة عنيفة جدا بين الاتنين، وبتبقى صعبة جدا على تاتسومي لأن زنك بيقدر يعرف كل خطوة وكل هجوم تاتسومي بيفكر فيه قبل ما يعمله. وبيصيب زنك تاتسومي لكنه بيقاوم وبيكمل قتال. بنرجع للقتال بين تاتسومي وزنك، وبنلاقي ان زنك لسه متفوق وتاتسومي لسه بيقاوم. فبيقول له زنك لو اتوسلت ليا ان ارحمك هسيبك عايش شويه كمان. فبيرد تاتسومي بالرغم من جروحه وضعفه بكل هدوء، وبيقول له لو فاكر ان ده ممكن يحصل تبقى مجنون. وبيستجمع تاتسومي كله يهجم عليه، تدخل فجاه كيمي ما بينهم وبتتصداه بحيث ما يقدرش زنك يقراها، لكن بنت بيصرخ علشان تفوق من الوهم. وبيهجم زنك على اكامي وهو ضامن الفوز، لكن بنتفاجئ ان اكامي بتهجم هي كمان، لكن بتقدر اكامي تكسر سيف زنك وبسرعتها المعتاده تقتله بضربه واحده. وتاني يوم بيظهر تاتسومي مصاب عند مكان دفن ساي واياسي وبيحط لهم ورد. بتروح له اكامي وبتقول له مع تحضير العشاء ما تفكرش انها هعفيك علشان جروحك. واكامي بتستفز تاتسومي وبتقول له انها انقذته لان كل النايت ريد غاليين عليهم وان هو كمان شخص لذيذ. بس ولحد هنا يكون انتهى اول جزء من الانمي بتاعنا، ودمتم في رعاية الله. سلام.